بعد ما رسمنا الأجزاء اللي بتكون الشكل، في شوية أدوات هدفها تسهل علينا الحياة وتسرع الرسم. الأدوات دي بتتنفذ على الانتيتيز اللي رسمناها فعلا، نقدر نستغنى عنها بس هي بجد بتختصر الوقت. تعالوا نعرف أهمهم. أول أداة هي الترم، وده المقص اللي بنشيل بيه الزيادات. في كذا اختيار بس أشهرهم وأسرعهم هو الباور ترم. كل اللي عليك إنك تفضل دايس على الماوس وتسحب، وأي خط هتلمسه هيتقص فورا. ولو بصيت في الفيتشر مانجر هتلاقي أنواع تانية للقص تقدر تجربها، بس الباور ترم كفيل بكل المهام. وعندنا كمان الاكستند، لو عندك خط عايز تكمله لحد ما يخبط في الخط اللي قصاده، الأداة دي هتعمل ده بضغطة واحدة. تاني أداة هي الكونفرت اديتيز. نفرض ان عندك مجسم 3D وعايز تحول فيس منه لسكتش 2D عشان ترسم عليه. بدل ما تعيد رسمه بتختار الوش عشان تختاره وتدوس convert entities، وفورا هيتحول لرسم. ممكن تختار خطوط معينة بس لو مش محتاج الوش كله، تختار الخط الأول وبعدين تدوس على الأداة. الأداة التالتة هي الأوفست entities. باختصار بتعمل تكرار لنفس الشكل بمسافة فرق انت اللي بتحددها، كأنك بتعمل سور أو سماكة حيطة حوالين الرسم. لو عندك entity وعايز تكرره، في سوليد ووركس أدوات بتعمل نسخ ذكي للانتيتيز. أول حاجة هي الميرور، وبيبقى محتاج وجود خط مستقيم في النص بنسميه سنتر لاين. بتحدد الحاجة اللي عايز تعكسها، وبرنامج بياخدها مراية الناحية التانية من الخط بنفس المسافة والزاوية. لو عايز تكرار الانتيتي أكتر من مرة في اتجاه مستقيم، بنستخدم اللينير باترن. بنحدد الاتجاه سواء اكس أو واي أو غيرهم، والمسافة بين كل قطعة والتانية وعددهم. ممكن تكرر في الاتجاهين مع بعض عشان تعمل شبكة كاملة من التكرارات. أما لو التكرار على مسار دائري بنختار السيركل باترن. هنا بنختار السنتر اللي التكرار هيلف حواليه، وبعدها بنختار الانتيتي وبنحدد عددهم، والبرنامج بيوزعهم بالتساوي على 360 درجة، أو تقدر تحدد زاوية معينة بين كل قطعة والتانية.